واحد ايه الوضع دلوقتي، رقم اتنين ايه اللي هو حتى عايز يوصل لها، رقم تلاتة زي ما قلنا الدافع. الدافع. وكلمة الدافع هي بمنتهى البساطة ايه الحاجة اللي بتحركك. يعني اوقات كتير حد يقولي والله انا عندي دافع ان انا نفسي العب رياضة، انا عندي دافع ان انا اخس، انا حابة ان انا اخس. هو ده دافع؟ الدافع هو الحاجة اللي بتدفعنا ان انا اعمل الحاجة دي، هي الحاجة اللي هتخليني اقوم وانا قاعد ومأنتخ ومرتاح كده على السرير، واقوم وخليني واروح العب رياضه الدافع ده هو الحاجه اللي هتخليني لما اشوف قدامي الاكل مثلا المقليات والكلام ده كله مش هروح اكل منها عشان خاطر انا عندي دافع قوي. في الاغلب الناس بتقول ان هي عندها دافع قوي، لكن في الاغلب مشكله كبيره بتبقى الناس اصلا ما عندهاش دافع. انا عايزه اخس. طب انت بالك قد ايه؟ انا بالي 10 سنين عايزه اخس. طب خسيتي؟ لا. ليه؟ لان اصلا مفيش دافع حقيقي جواها، مفيش دافع، مفيش حاجه قويه بتحركها. لو انت عايز تعمل حاجه وعندك دافع حقيقي بتعمله، خليني اقول لكم، ممكن تبقى انت حضرتك جاي مثلا من الشغل او حضرتك جايه من الشغل وجايه متكسره وماشيه في الشارع، يعني عارفه اللي هو ايه، ماشيه بتزق في رجليك، صح؟ لكن المثال الظريف جدا لو في كلب، لقيتي كلب عمال يهوهو وطالع يجري وراكي، ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ تبقى ماشيه، يعني ايه ماشيه؟ ايه خلاص ده بتطير، صح ولا مش صح؟ بتطير بمعنى كلمه بتطير. لو كلب بيجري وراك هتلاقي نفسك بتجري جري عمرك في حياتك ما جريته، صح ولا انا غلطانه؟ طيب حاجه مهمه جدا، اي ام لو ام مثلا ولقيت بعد الشر مثلا ابنها يعني حاجه تقيله مثلا وقعت عليه، ايه اللي بيحصل؟ ربنا بيديها قوه، ممكن تشيل ثلاجه، ممكن تشيل عربيه. هو ايه اللي بيحصل؟ دي ست ضعيفه. ايه اللي حصل؟ يعني احنا كتير مره سمعت عن ام شالت عربيه وطلعت ابنها من تحت. لا، شالت يعني ست شالت عربيه. عارفين يعني ايه عربيه وطلعت ابنها من تحت العربيه. ازاي؟ هي اصلا لا ست رياضيه ولا بتلعب رياضه ولا بتكمل اجسام ولا الكلام ده كله. عارفين ايه اللي خلاها تشيل العربيه؟ ان هي كان جواها دافع حقيقي انها تنقذ ابنها. ففكره ان انا انت ليه عايزه تخسي؟ عشان ابقى شكلي حلو. هي كلمه عشان ابقى شكلي حلو، هل دي دافع قوي فعلا ان هي تحركني وتخليني اسيب المحاشي والبط والكلام ده كله، تخليني اسيب البسبوسه وحلويات رمضان والكنافه وكلام كل الحاجات الحلوه دي اللي انا عايزه اجوعكم يعني محدش يقول لي جوعتينا. كل يعني لا، ده مش دافع قوي كفايه. عشان كده مهم جدا 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 لما نيجي نعمل حاجه لازم نطلع على الاقل 10 اسباب فعلا حقيقيه للحاجه. يعني حضرتك انا دايما اقول لهم المثال ده في الكورس، بقول لها ممكن حضرتك تبقي جايه مثلا من الشغل وتعبانه ومتكسره والبيت بتاعك متبهدل، فتقولي خلاص لا انا مش قادره، مش ما فيهاش نفس اصلا، ركبي مش قادره اقف عليها، ركبي بتنقح عليا زي ما بيقولوا معظم الستات، ومش قادره اعمل اي حاجه. لكن لو جالك تليفون ومديرتك في الشغل جايه تزورك، ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي ما شاء الله تحولتي يعني حد كده سوبر وومن، تك تك تك، الدنيا كلها بتنضف وتتروق وبيحصل كذا 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 كذا. ليه؟ عشان انا عندي دافع حقيقي ان انا اظهر بمظهر كويس قدام حد غريب. فمهم جدا 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 ان انا اطلع الدافع عند العميل بتاعي، مهم جدا. طيب الدافع ده بسأل العميل انت ليه عايز تعمل ده؟ ايه نيتك الحقيقيه من انت تعمل ده؟ ولما بيقول لي حاجه، انا كتر ما بنطلع اسباب للحاجه كتر ما ده بيخليها تبقى قويه. حتى كان دايما الدكتور ابراهيم في الله يرحمه بيقول ايه، لو انت عندك 10 اسباب لحاجه ده يخلي عندك دافع اعلى ان انت توصل للحته دي. فدايما لو عايز تعلي الدافع بتاعك دايما طلع اسبابك انت ليه عايز تعمل ده. احنا لما بنيجي نقبل حبه دبلومه كوتشنج احنا دايما
يعني دايما بنعمل انترفيو، يعني لو حد عايز يحجز لا لازم اعمل انترفيو الاول معايا، كان اقول اوكي اوريدي هيدخل الكورس معانا ولا لا، ده الف ب. واول سؤال واهم سؤال بساله، انت ليه اصلا عايز تدخل الكورس؟ ليه؟ لو لقيت عنده اسباب ودوافع حقيقيه بقول له اهلا بيك معانا. طبعا في حاجات تانية برضه. لو لقيته مجرد عايز ياخد كورس والسلام بقول له ده مش انسب كورس ليك. لكن لو عنده دافع حقيقي، اللي عنده دافع حقيقي لما تقول له يلا احنا هنتمرن، عايزين نعمل 10 جلسات هنعمل 10 جلسات، عايزين نعمل الحته الفلانيه هنعمل حاجه، فاهمين قصدي؟ عنده دافع حقيقي ان هو يتعلم. طول ما انت عندك دافع حقيقي انك تتعلم هتميك افورت، هتعمل مجهود، هتلاقي ان الطريق سهل، اسهل بكتير. طيب ده الدافع.